من غير أي مواعين غير الصينية الحلوة اللي أنتِ شايفاها دي، هتعملي أحلى صينية مكرونة بالبشاميل أو نجريسكو. جبت معلقة كبيرة من الزبدة على شويتين حلوين من الزيت، واستنيت لمّا سخنوا كويس. مقطعة نُص كيلو من صدور الفراخ، هابدأ إن أنا أديها الصدمة التمام. ما تبدأيش تقلبي فيها إلا لمّا لونها كده أهو يبدأ يغيّر، ومش هنبدأ نحط المكون اللي بعده غير لمّا كل الفراخ بتاعتي لونها يغيّر بالشكل ده وتاخد الصدمة. طبعًا لازم ما يبقاش في أي مَيّة في الصينية خالص لمّا ننزّل البصل. هتبدأي تنزلي بقى ببصلتين متوسطين الحجم مقطعاهم كده على ايديكي، من آن لآخر تقلبي الصينية الجنب التاني عشان لو النار عالية من جنب ومن جنب يبقى تظبط معاكي والصينية بتاعتك ما تتحرقش. نزلت كمان بجزرية مبشورة وشوية كده هم الفلفل الأخضر على الفلفل الألوان أو أي نوع فلفل متوفر عندك. وبعد كده معلقة من الملح، معلقة من الفلفل الأسود مش مليانة قوي، معلقة من السبع بهارات، نص معلقة من البابريكا. قلبي الجمال ده كله وخفضي النار حاجة بسيطة عشان الفراخ تستوي هي والخضروات الحلوة دي. ابتديت اجيب كل الفراخ على الجنب بالشكل ده، ونزلت بكيلو الا ربع من المكرونه. اي نوع مكرونه انت بتحبيه، مكرونه الزجزاج اللي هي الحلوه دي السوسته دي، او المكرونه القلم، اي نوع مكرونه انت بتحبيه. قلبتها تقلبتين، وبعد كده عملت فتحه صغيره كده وجبت كل المكرونه والخلطه الحلوه على جنب. ونزلت على طول في المرحله دي بثلاث معالق كبار من الزبده. بعد ما تنزلي ب3 معالق من الزبدة استني كده لما يسيحوا كويس، طبعا ممكن زبدة أو زيت أو سمن. يفضل طبعا زبدة أو سمن بلدي كده حلوين يدوا مذاق حلو جدا للمكرونة. بعد ما تنزلي ب3 معالق هرمين تبدأي تحمصيهم كده تحميصة خفيفة. وبعد كده هنبدأ ننزل بالسوائل. السوائل قد ايه انتي بقى على حسب انتي بتحبي قد ايه. ممكن تنزلي ب2 كيلو من الحليب وكيلو من الشوربة. كيلو من الشوربة يعني 4 أكواب من الشوربة. وممكن تنزلي زي بكيلو ونص من الحليب وكيلو ونص من المية، يعني 6 أكواب من المية وعليهم مكعب مرق الدجاج. هنبدأ بقى ننزل كده اهو بالكمية اللي انتي شفتيها دي حليب عادي على فكرة، كان بارد عندي كنت غالية من بدري وبارد. وممكن تنزلي طبعا والشوربة برضو تبقى باردة، وممكن حتى بمية وعليها مكعب مرق الدجاج. نزلت على طول بقى ملحت طبعا انتي بتعملي البشاميل الحلو ده كأنه بشاميل عادي جدا. رشي عليه رشتين من الملح، رشتين من الفلفل الاسود، ورشتين كده اهو حلوين من جوز الطيب، وما تكتريش فيها قوي لو انت بتحبي تستخدميها. من آن لآخر تبدأي تقلبي كده هو النار تكون مش عالية قوي وسط. تقلبي المكرونة كده وتفضلي واقفة جنبيها وهي بتتقلب، يعني زمن الإعداد والله كل الصينية الحلوة دي خلصت بالظبط معايا في 23 دقيقة. اللهم بارك. ذكر النهاردة اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اتأكدي تماما المكرونة بتاعتك استوت. سامعين الصوت؟ وبعد كده حطي بقى شويتين موتزاريلا حلوين كده. واول ويا دوبك ان احنا نولع تحت، نولع الشوايه بس تاخد اللون والقرمشه اللي انت سمعتيها دي او الصوت اللي انت سمعتيه من شويه. اول ما طلعت من الفرن بحب ان انا ادهنها بمعلقه كده اهو من الزبده، تبقى مسيحاها كده علشان تاخد اللون الجميل واللمعان الرهيب ده. والله يا جماعه كانت خطيره. بصي يعني ما فيش اي مواعين غير الصينيه والله اللي استخدمتها. شكرا لكم والسلام عليكم.